جملي بالقمامة ذي تمام. تمام. وهنا كانت الصدمة، وبانت لنا الصدمة في نظراته. خاطرك مجبور. سلام. هناك فرد من أفراد المجتمع لو غاب يوم واحد فقط يفتقدها الجميع وتصبح البيئة ملوثة. هو مهندس البيئة وعامل النظافة. حياكم الله. تخيل تشتغل في عمل شاق ومتعب ب900 ريال في اليوم، وفجأة تجد ذهب يغنيك عن تعب سنين من عملك الشاق. هل بترجعه لأصحابه اللي هم أصلا ما يعرفوش مكانه، أو يكون لك رأي آخر؟ تجربتنا اليوم بنعمل ذهب داخل كيس قمامة، ونطلب من أحد العمال رمي القمامة وإعادة الكيس، ويكون في الكيس ذهب يتأخر بطريقة معينة عشان يلاحظها العامل، وإحنا بالتأكيد بنصور ردة فعله. من بداية فكرتي في هذا البرنامج وعدت نفسي إني ما أظهر لكم الأشياء السلبية إذا وجدت. بسم الله وعلى بركة الله ننطلق. بدأ العمال في الحركة الصباحية، وبدأنا في المراقبة، وعجبي على صبرهم ودورهم الكبير الذي كنا نتجاهله. والمشكلة أنها بأقل أجر يومي في العالم، ما يعادل أقل من $1.50 لهذا العمل الشاق. اخترنا أحد القلابات وسبق الفريق في طريق القلاب. كان هذا القلاب الأقل عدد وأصغر مهمة عشان يسهل علينا التحكم في مسار التصوير والحركة. يضيق العمر والدنيا ويتلاشى الأمل والنور، ومأساة ذلة الحاجة على اللي حالهم مستور. وبدأ الاختبار. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ولد تعال تعال تعال. جملي بالقمامة ذي تمام. تمام. شوف هذول الثلاثة الأقياس، طبعا ذي حق الجيران، بس أنا برجع للكيس تمام. يا كريم يا الله يا كريم. وهنا كانت الصدمة، وبانت لنا الصدمة في نظراته، ارتباكه، حيرته، ويمكن في فرحته. من صدمته رجع يتأكد هل اللي شافه حقيقة أو خيال. كانت الصدمة باينة لدرجة أنه ما قدر يكمل عملها بشكل طبيعي. وهنا قررنا نرجع عشان نعرف ردة فعله. بسم الله وعلى بركة الله نواصل. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله. طلعها بالخلف، طلعها بالخلف. يلا معك. القمامة فيها ذهب. كيف؟ القمامة ذهب. القمامة فيها ذهب؟ وين الذهب؟ شوف هذا الذهب. الله. انت متأكد ذا حقنا؟ هذا حقكم، هذه في القمامة. معنى ذا مش حقي. هذا كنا في القمامة. طيب ما رأيك قاسمها انا وانت؟ لا حرام. كيف حرام؟ نسأل عن أهله، أنا قالوا حقهم. اسمعنا تسأل عن أهله من أنا أقول لك جمعت القمامة ذي من الجيران، يعني ما نش داري حق منهم. أسأل اللي حقه ولا لا، اسأل عن حقه ونودي حقه. دقيقة أنا مجيب حقنا. اللي بينكم قمامة مش بسألك بالله. أي جب؟ أمجب اللي بينكم قمامة بدك وخاني الصباح. ما بينه. بين ذهب والله حقنا الذهب كله حق بين. ما بسألك بالله يا أخي ما حصلناش ذهب. وجيرو
حصلنا موجودة. فينا مش موجود. داومة لطيف مذهب. مالك وماله لا تصدق لا. موجود. فين؟ يا أخي موجود عندك. يا أخي ما وش عندي. موجود داك. فينه؟ موجود يا بروني الآن. انا والله سلسو كذا بين اصبع زي اصابع واربع حيال واربع ساورة كلهم واحد حق البيت ادعق الارض. سالكم بالله. اي والله انه هذا. ايوه الحمد لله الحمد لله. أي أعجبك؟ كنا نتقاسمها أنا وأنت. حرام. كيف؟ نخاف من الله عز وجل. سأل عن حقه. سأل عن حقه. بنتجن باب. طيب تشهد معي، كان تشهد معي وأنا أبلغ 20,000. لا حرام حرام. لعم 20,000 يعني راتب شهر. يعني 20,000 أحسن من الذهب. طيب ما حد شافك. ما حد شافك. أنت الله شافنا سبحانه وتعالى. اليوم حياة غدا موت. الدنيا هذه ما هي شيء ولا مانع منها. يعني ما تششت بالذهب. لا لا حرام. طيب أنت داري إن أنت تزوجت؟ لا ماشي مزوج. كان تبيع ذا الذهب وتتزوج. لا لا حرام لما بيعوه. يعني كل مرة ليه حرام والذهب حرام. لا عشان نزوج من أرق جبيننا. ماني تمام أنت داري دحين وديتها أقل شيء تبز نصها. لا ما في نصها. الله حدنا الدنيا هذه فانية. احنا باكين في ذلك اليوم يوم اكل امل ولا بنون. يعني الا مئة الله كل قلب سليم. اهم انك تاكل حاجه طيبه في بطنك في نفسك. مالي انت دحين ضيعت فرصه ثمينه. اشتغل. ها؟ اشتغل. الشاي اشتغل. ثواني بس لو سمحت، بس يعني احنا معنا كذا عمل مهم وبنرجع لك. 5 دقائق وعد والله، اسمعنا. ايوه. بكم تشتغل بينهم يوم؟ والله نشتغل ب 900. 900. ايوه. ايوه، طيب وين احسن شغل الموتور ولا شغل البلديه؟ بينها فيها الموتور. ايوه. بس لكن البلديه افضل. ليش افضل؟ انك تنظف الشارع، تنظف محلك وتنظف الناس والاذى من الناس. طيب صلى على النبي. اللهم صل وسلم وبارك عليه. طبعا احنا كنا يعني كذا نختبرك اختبار. أيوة. تمام؟ تمام. ونشوفك تبز الذهب وتعال كذا وقف هنا. شوف ذاك. وباص. ليه يصور ما؟ ايوه يصورك. ما شاء الله تمام. تعال شوف هنا، تعال شوف هنا. شوف صاحبي ذاك هناك السيارة البيضاء. ايوه. هذه كمان تصورك. ما شاء الله تبارك الله. شوف هذا الابيض. ايوه. هذا يصورك. ايوه. احنا عملنا ذهب فالصو، طرحنا لكم في القمامة، فما شاء الله تبارك الله رجعها لنا. طبعا احنا معنا لك مكافأة من رب العالمين عز وجل. تشيل مكافأة من رب العالمين. من الله عز وجل. ولو انت بما انك يعني انسان امين كذا، احنا معنا لك مكافأة ثانية. المكافأة هي كانت حاجة بسيطة، لكن احنا قررنا الان انه ايش؟ نرفع لك المكافأة شيء اكبر. مشاهدينا الكرام، سنعود باكبر مما وعدنا ان شاء الله. نراكم على خير. بسم الله وعلى بركة الله نواصل. لا يأتي النجاح إلا بعد الاختبار بالتأكيد. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتي واحد اسمه السلامي. يا سلامي تعال. تحية للسلامي. كيف حالك؟ الحمد لله. قبل فترة كان معنا حلقة تجربة اجتماعية، نعمل ذهب ونرجم بها في القمامة، فأجينا على البابور اللي فيها السلامي، صيحنا له، ناولناه الكيس، قلنا له ارجم بالقمامة، وما كانش يعرف أنه يتصور في ذيك اللحظة، وما شاء الله تبارك الله رجع لنا الذهب. يعني كان معاه اختبار، وبعد الاختبار ايش يجي؟ نجاح، صح؟ وبعد النجاح مكافأة، صح؟ اليوم معنا مكافأة للسلامي، طبعا بندخل لك المكافأة الآن. وهذه مكافأتك. ما شاء الله تبارك الله. يستاهل ولا ما يستاهلش؟ طبعا هو لو كان اخذ الذهب فالصو فكان سيخسر الاثنين، فالواحد يعمل بامانته، وينما كان يعمل بايش؟ بامانته. طيب طبعا انت قلت لي الموتور بينه بيس، انت الان على ايش بتشتغل؟ على الموتور ولا في البلديه؟ على الموتور في البلديه؟ هناك البلديه خدمه الوطن. خدمه للوطن، ما شاء الله. يقول لكم صح ان الموتور يدخل بيس، لكن مع ذلك بيستمر في شغل البلديه ايضا جانب الموتور عشان البلديه تخدم الوطن. طيب بهذه المناسبه معنا مكافاه ثانيه. طبعا انت خاطب؟ ايوه. كم طلبوا منك مهر؟ 700. ايوه. طيب جائزتك بتكون 700,000 ريال. احنا نشتي نفرح بك. تمام. تمام. ومعانا لك مكافأة ثانية،
طبعا انتم معاكم بيت ملك صح؟ ايوه وسيع. ايوه ما شاء الله. اشتيك تعمل كذا حاجه خفيفه. هذه 300,000 غلاك مليون. ال 300 ايوه لسه حاب 40 عام. هذه 300,000 كانت اضافيه له عشان يعمل عرس، فيقول لكم ما يشيش يعمل عرس بيوزعها عليكم. صلوا على رسول الله. كم من العمال؟ 45. وانت كنت بتوزع هذه صح؟ ايوه. هو طبعا قال سيوزع عليكم هذه صح؟ أيوة. انا اقول له ممنوع. أيوة. لانه احنا قد سبقناك، وان شاء الله بنكافئ العمال كلهم ان شاء الله من 20,000 ريال لكل واحد بمناسبه زفافه. يأتي الفرج بعد الصبر دائما. نراكم على خير، دمتم في رعاية الله. فقدوا لك شخمد، فقدوا لك شخمد، شلت مروح ومكبك، شلت مروح ومكبك، دمعي جرى فوق مخاط، زاد مهم ومنكد، قلبي تكوى بمنار، في ضيق وفي كبد، حكاية بمضي مجبار، بعدك ولا بطيلي حد، أسرم ليلتنا هد، أسأل عليك واتفقد، أسرم ليلتنا هد، أسأل عليك واتفقد، ونونا وبن فقدوا لك شخمات. أسأل علي زوار، رمحانك تشهد، جسمي من محمى نار، وكل مالي واشتاد، لكن ولا عاد اشرح فرقت حتى مرقد، ونونا وبن فقدوا لك شخمات. شدعي الواحد الأحد ودعوتي ما ترتد، شاتك كنت تتنهد وكبرتك شاتيتك، ولولا وبه فقدوا لك شخمات.